السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. موضوع جديد. ماكروهابدوس أورنيثوغاستر هو طفيلي دقيق يصيب الطيور ويسبب مرضا يعرف باسم التهاب الجهاز الهضمي أو التهاب المعدة والأمعاء في الطيور. يعتبر هذا المرض شائعا بين الطيور المنزلية وطيور الزينة مثل الحسون والببغاء والكناري. تعد العدوى منتشرة بين الطيور وتنتقل عن طريق الاتصال المباشر بين الطيور المصابة والسليمة، وأيضا من خلال المعدات الملوثة والبيئة الملوثة. يمكن أن يؤدي هذا الطفيلي إلى التهاب المعدة والأمعاء والتلف الهضمي للطيور المصابة. تتضمن أعراض التهاب الجهاز الهضمي الناجم عن فقدان الشهية وفقدان الوزن وإسهال مائي واضطرابات هضمية وتراجع في الحالة العامة للطيور المصابة. يمكن أن تظهر أعراض أخرى مثل القيء وتشوه الريش والتعب. تشخيص المرض يتطلب فحص البراز لكشف وجود البيض أو الطفيليات، وقد يتطلب التشخيص النهائي فحصا مجهريا للأنسجة المأخوذة من الجهاز الهضمي للطيور لعلاج يوصى بالعلاج الدوائي القوي الذي يستهدف الطفيليات. يجب استشارة أطباء البيطرة المتخصصين لتحديد العلاج الأنسب والجرعات المناسبة للحسون أو الطيور المصابة الأخرى. بالإضافة إلى العلاج، ينبغي اتخاذ إجراءات وقائية للحد من انتشار المرض. يشمل ذلك فصل الطيور المصابة عن الطيور السليمة، وتنظيف وتعقيم الأقفاص والمعدات بانتظام، وتوفير بيئة نظيفة وصحية للطيور. من المهم أن تتعاون مع أطباء البيطرة للتشخيص والعلاج السليم للتأكد من استعادة الصحة والعافية للحسون المصاب. من هناك عدة أدوية تستخدم في علاج. يتم تحديد العلاج المناسب والجرعات بناء على تقييم الحالة الصحية للطائر المصاب وتوصيات البيطري المعالج. بعض الأدوية الشائعة المستخدمة تشمل: أولاً، الميترونيدازول. يعتبر الميترونيدازول العلاج الأكثر شيوعاً يعمل هذا الدواء على قتل الطفيليات والتخلص من العدوى. يتم تقديمه عن طريق الفم أو عن طريق الحقن تحت إشراف البيطري. ثانياً، نيتازوكسانيد. يعتبر هذا الدواء بديلاً للميترونيدازول في بعض الحالات. يعمل على قتل الطفيليات والتخلص من العدوى. يعطى عن طريق الفم ويحتاج إلى وصفة طبية. ثالثاً، فلاجيل. يحتوي على المادة الفعالة مترونيدازول ويستخدم في علاج العدوى الطفيلية بما في ذلك. يعطى عن طريق الفم تحت إشراف البيطري. رابعاً، سلفاديميدين. يستخدم هذا المضاد الحيوي في بعض الحالات لعلاج العدوى الثانوية المصاحبة يعطى عن طريق الفم أو عن طريق الحقن تحت إشراف البيطري. دمتم في أمان الله.